أخطر 10 حيوانات على كوكب الأرض. الثقافة البشرية ما زالت تقف عاجزة أمام عالم الحيوان، خصوصا فيما يتعلق بمسألة أن يكون الحيوان الذي يقف أمامك ويفصلك عنه بضعة مترات شرسا أم أليف، وذلك يعود لتغيرات فسيولوجية داخلية تسيطر على الحيوان في أوقات معينة كأوقات الغضب والهياج العصبي، حينها لن تستطيع السيطرة عليه حتى ولو كان في حجم البعوضة. وهذا ما نستعرضه في القائمة التالية التي تضم أخطر 10 حيوانات على حياة الإنسان حول العالم. بعوضة الموسكيتو. هذه الحشرة الصغيرة تستطيع الفتك بملايين البشر نتيجة للأمراض الفتاكة التي تحملها إلى الإنسان، فطبقا لبعض الإحصائيات فهذه الحشرة تتسبب في موت 2 مليون شخص سنويا بالطفيليات المسببة للملاريا والحمى والطاعون والحمى الصفراء، كما أنها تتسبب في إصابة 70 مليون شخص سنويا بالعديد من الأمراض الأخرى. العقرب المميت. هناك ملايين الأنواع من العقارب بينها السام وغير السام، والمعروف عنها أنها من الكائنات الأكثر سمية على وجه الأرض، ومن أخطر الكائنات المهددة للإنسان، حيث يمكنها قتل آلاف البشر بلدغة واحدة. هذا النوع من العقارب الذي يطلق عليه العقرب المميت هو كائن سام بدرجة كبيرة جدا، وهو المسؤول عن 75% من حالات الوفيات الناتجة عن لدغات العقارب، والعقارب موجودة بكثرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. السمكة الحجرية. هذه السمكة تعد من أكثر الأسماك خطورة في العالم نظرا لما تستطيع أن تفعله من دمار، فهي قادرة على مهاجمة فريستها بسرعة رهيبة في زمن لا يتخطى 0.015، وبالطبع هي لا تفرق بين إنسان وأي كائن آخر. تعيش في قاع المحيط وتغطي نفسها ببعض الأوراق، ولذلك عندما تقترب منها الفريسة فإنها تلتقطها بفكيها بسرعة رهيبة لا تمنحها الفرصة للنجاة. قنديل البحر. إن هذه الأسماك صغيرة الحجم مسؤولة عن موت 5564 شخصا منذ عام 1884، بل إنها تعد الكائن الأكثر سمية في البحر، ولديها حوالي 60 مخلبا قد يصل طولها إلى 15 قدم، ولدغة صغيرة منها تتسبب في حدوث ألم شديد جدا. وإذا التفت أحد مخالب القنديل على الضحية فإن قلبه يتوقف في غضون 3 ثوان، حيث إن المخلب الوحيد يحتوي على كمية كبيرة من السم يمكنها أن تقتل 50 شخص، وهو يتواجد بالأساس في المناطق الاستوائية مثل أستراليا والفلبين. الفيل الإفريقي. رغم أن الفيل يبدو كائنا لطيفا وودودا، لكنه في الحقيقة يعد من الحيوانات الخطيرة، حيث إن له أذنان وأنياب كبيرة ومخ و4 أقدام، وضخامته تجعله أكثر خطورة. والفيلة كائنات ذكية ولديها ذاكرة قوية، والأذن الكبيرة تمكنها من سماع الأصوات على بعد ميل، وهي قادرة على مواجهة أي حيوان آخر حتى الأسود، وهذا يرجع إلى حجمها الكبير جدا. والخطورة الأكبر تكمن في أنها قد تهاجمك بدون سبب، كما أنها تمتلك سرعة كبيرة جدا، ويمكنها كذلك هدم الأشجار الكبيرة. الثعبان السام. من المعروف عن الثعابين أنها كانت سامة، وهذا نوع من الثعابين هو أكثر الكائنات سما على الأرض، ويبدو أن هذا الثعبان ودودا نوعا ما، إذ لا يهاجم فريسته إلا عندما تتم إثارته، وبمجرد أن يبدأ في الهجوم فمن الصعب أن تنجو فريسته. السم الموجود في هذا النوع هو واحد من أقوى السموم الطبيعية، ويمكن لهذا الثعبان أن يضخ حوالي 11 مايكروغرام من السم، مما قد يتسبب في وفاة الضحية في خلال دقائق قليلة إذ لم يتم إسعافه. الجاموس الإفريقي. الجاموس الإفريقي نوع فريد مخالف تماما لأنواع الجاموس المستأنسة، فهو ذو حجم كبير جدا، ومع ذلك فإنه يستطيع الجري بسرعة كبيرة جدا تصل إلى 50 ميل في الساعة، وهو نوع من الحيوانات البرية القادرة على الفتك بالإنسان دون أي إنذار أو علامة مسبقة. هذه الوحشية تجعله السبب في موت الملايين كل عام، وتشير الإحصائيات إلى أن الجاموس الإفريقي له النسبة الأكبر في حالات الوفيات التي تسببت فيها الحيوانات في أفريقيا.
القرش. سمك القرش واحد من أخطر الكائنات البحرية على حياة الإنسان، حيث يبلغ متوسط طوله 20 قدم ووزنه 2.5 طن، وله قدرة عجيبة على شم رائحة الدم من على بعد 5 أميال. تتمتع هذه الكائنات بنسبة ذكاء عالية تمكنها من رصد الحركة على سطح البحر، وهذه القدرات ترجع إلى قرون الاستشعار الموجودة على رأسه. والقرش يمكنه أن يقتل الإنسان خلال 3 دقائق فقط. الدب القطبي. يضاف الدب القطبي إلى قائمة الحيوانات التي قد تبدو لطيفة نوعا ما، رغم أنها تحمل بداخلها بركان يكاد ينفجر في وجه ضحيته، وهو يعد أكبر الدببة حجما ووزنا. وهو لا يكتفي بمهاجمة الإنسان بإحداث جروح بسيطة، بل يمكنه قطع رأس الإنسان عند الهجوم عليه. وهو يعتبر من أكثر الحيوانات الآكلة للحوم البشر بين جميع أنواع الحيوانات الموجودة على الأرض، وهو يتغذى على الأفيال وبعض الدببة القطبية الصغيرة، وهو ما يعني أن مظهره الهادئ اللطيف يختلف تماما عن طبيعته العدوانية القاتلة. التمساح. تكمن خطورة هذا الكائن المخيف في أنه كائن برمائي، أي يمكنه مهاجمتك في البر وفي البحر على حد سواء، ويعتبر من أكبر أنواع الزواحف، حيث يبلغ وزنه 2 طن ويبلغ طوله من 15 إلى 20 قدم. يتواجد هذا الكائن المخيف بشكل أساسي في بعض أجزاء من جنوب شرق آسيا وشمال أستراليا، وتتمتع هذه الزواحف بالقدرة الفائقة على قتل الحيوانات ذات الأحجام الكبيرة مثل الجاموس المائي، كما يمكنها أن تلتهم إنسانا كاملا في دقائق قليلة.